Unit 2 Learning to learn. التعلم لنتعلم. طبعا أهداف الوحدة في الريدنج القراءة. Identify the main idea. بتوضح الفكرة الرئيسية. In text about learning styles. نماذج التعلم في النصوص and the tools. والأدوات طبعا بتاعة التعلم. Identify specific details about different learning strategies and methods. استراتيجيات التعلم ونظريات التعلم نعرفها برضو في القراءة. آه، relate reading content to personal experiences with learning. طبعا هنربط هيبقى فيه ربط بين قراءة المحتوى وبالخبرة الشخصية مع التعلم. ونفس الكلام في الريدنج، في الليسننج الاستماع، السبيكنج التحدث، language بقى القواعد اللي عندك هنا إن هندرسها. we use can accurately to describe learning abilities. نستخدم فعل كان اللي هو يستطيع أو يمكن. طبعا هنستخدم برضو ال present continuous المضارع المستمر. أخدنا في الوحدة الأولى ال present simple المضارع البسيط. احنا هنتكلم هنا المرة دي في الوحدة دي هنتكلم عن ال present continuous المضارع التام المضارع المستمر قصدي. write short descriptive sentences. جمل وصفية قصيرة about personal learning عن التعلم الشخصي. نماذج التعلم الشخصي personal learning styles and habits والعادات. وطبعا write about learning app. هنكتب عن تطبيق التعلم والويب سايت or activity موقع التعلم أو النشاط التعلم. آه نقرأ كده كلمات أول درس. أقرأهم أنا وبعدين أنت تقولهم ورايا زياد. أقرأهم أنا الأول مرة الأولى. colorful ملون. color يعني لون أو يلون. طبعا حطينا لها فول بقت colorful ملون. أنا صوتي واضح يا زياد؟ صوت واضح يا مستر. identify يحدد أو يتعرف على. journey رحلة طويلة. trip رحلة قصيرة. trip رحلة قصيرة. journey رحلة طويلة. auditory سمع. audio اللي هو الصوت. learner متعلم. طب learn يتعلم.